ليه الخطيب في ازمه؟ ليه ريبيرو لازم يمشي؟ ايه هي الطريقه اللي ممكن يمشي بيها ريبيرو من غير ما الاهلي يدفع شرط جزائي؟ هل الشرط الجزائي بتاعه كبير ولا قليل؟ طب هل المشكله في ريبيرو بس ولا اللعيبه اللي حواليه برضو في منها كتير جاي بشكل غلط، او في منها كتير جاي بناء على قرارات غلط اصلا، ولعيبه ملهاش لازمه، ولعيبه مش قادره تأدي اللي عليها؟ كل دي اسئله هرد عليها في الحلقه دي، بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف الحلقه دي بتقول ايه. نبدا الكلام، مش عارف ابتدي منين. كل الكلام ليه علاقه باداء الاهلي من اول كاس العالم، من اول ما الراجل ده مشي لحد ماتش بيراميدز اللي الاهلي خسر فيه 2-0. طيب، بدايه الكلام كده، هل محمود الخطيب في ورطه؟ طبعا محمود الخطيب في ورطه. ليه؟ لان هو صاحب الليله. محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي، فهو في الازمه، هو اللي في وش المدفع دلوقتي. اي حد بيحاسب الراجل ده. فانا شايف كارثه تولي ريبيرو المنصب ده يسأل عنها محمود الخطيب، ولازم هو اللي يحل برئاسته بقى للجنة تشوف الموضوع ده ايه، يكون حاطط اصلا بلان بي ان الراجل ده لو فشل مع الاهلي هيعمل ايه. ده اول شق. الشق التاني، انا ندمان وانا بتفرج على ماتش بيراميدز وفيوتشر وكل الماتشات يعني، بس هو ماتش بيراميدز ده الماتش القشه التي قسمت ظهر البعير. يعني خلاص دي اللي جابت النهايه. وانا بتفرج على الماتش ده قاعد اتحسر على كاس العالم للانديه. لا، الاهلي ما كانش وحش، لا الاهلي ما كانش سيء، لا ما مش هو ده وضعنا، مش هو ده طبيعتنا، احنا كان ممكن نعمل اكتر من كده. لان انا اكتشفت ان الراجل فيه كارثه كبيره، كارثه كبيره. هو مدرب مش نافع للنادي الاهلي خالص، حتى لو هو عبقري، مع ان انا مش شايفه مدرب كويس يعني، بس حتى لو عبقري هو مش نافع للنادي الاهلي. وان الاهلي كان ممكن يبقى احسن من غيره في كاس العالم للانديه. انا والله يعني ماتش بيراميدز طبعا متضايق بالنتيجه، قاعد متحسر، بس كل تفكيري يا نهار اسود، احنا من غيره كان ممكن نعمل حاجه في كاس العالم، والله كان ممكن نعمل حاجه. دي اللي حرقه دمي قوي دلوقتي. فالناس اللي خدت القرار ده ان احنا ماشيين غلط، بدايه دوري 5 6 ماتشات تخسر لك 6 7 ماتشات وتتعادل لك 6 7، صباح الفل، ما فيهاش اي حاجه، الدوري هيجي او هتلحق التراك في الاخر، هتعرف تلم نفسك لما تقرص. انا اللي انا بتحسر عليه ال 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 الحدث الفج بتاع كاس العالم للانديه ده، ان احنا جهزنا له بالراجل ده. دي اكتر حاجه حاطه محمود الخطيب بالنسبه لي في ورطه. هل كل تجهيز النادي الاهلي بشراء اللعيبه وتجهيزنا وسفرنا والمعسكر و ان هو ده يبقى المايسترو بتاع الفيلم كله؟ هو ده اللي يخرج لي الفيلم بعد ما اجيب ده وده وده؟ اللي يخرج لي الفيلم ده الراجل ده؟ دي كارثه. طيب، اظن انا من اول ماتش اللي هو ماتش مودرن قلت انا مش متفائل بالراجل ده، وسريع، وانا قلما اقول اتشائم، مش اتشائم يعني، قلما ادي نتيجه سلبيه على واحد بشكل سريع. دايما احب ادي فرصه واثنين وثلاثه، لان انا راجل لعبت كوره، واللي لعب كوره عارف ان يعني ايه يوم مش بتاعك، عارف ان يعني ايه مش ماشيه معاك، ضغوط، مش عارف ايه. فلا، طول طول طول. لكن الراجل ده تحس ان كان فشله مع الاهلي مش انه محتاج وقت، مش انه محتاج فرصه، لا، تحس هو ده دماغه، هي دي اخره. ماتش فيوتشر نفس الكلام، ماتش المحله نفس الكلام. بيراميدز بقى عشان قابلنا فرقه تقيله، وانا كنت مستغرب ان في نقاط كبيره، ناس كتيره انا بتعلم منها كانت بتقول انا مش هستغرب لما الراجل ده ينزل يكسب بيراميدز سكور. ما انا كنت شايف لا، كنت بقول يا رب ماتش بيراميدز نعرف، يعني مش لدرجه ان نتعادل يعني، بس نعرف نخطفه من بيراميدز. كده كده اخرنا التعادل يعني. ما كنتش متوقع بصراحه ان المهزله توصل للدرجه دي. 2-0 وكان ممكن تفتح اكتر من كده لو بيراميدز قرص عليك. بيراميدز كان عايز من الماتش ده المكسب، فانا هلعب على المكسب. انا ولا عايز اعمل سكور على الاهلي، ولا عايز احرج الاهلي، ولا عايز. خد اللي هو عايزه. لو كان عايز اكتر من كده كان هيعرف يوصل له. الاهلي ما كانش عنده مانع يعمل اي حاجه. الاهلي كان مستلقى على ظهره، ويا باشا شوف انت عايز تعمل ايه اعمله، انا مش هعترض على اي حاجه. اتكلم سريعا كده عن الكلمتين عن الماتش مفيش حاجه الواحد يتكلم فيها يعني. كنت بقول ان الاهلي دفاعيا بيعتمد علي الضغط اللي بيعمله من نص الملعب وطالع، وازاي بلعب على الكره التانية وده كان بيتعمل مع الفرق اللي هي ايه اللي لعبناها قبل كده. طيب، كنت بقول ان المشكله في الطريقه دي، ان انا الدفاع بتاعنا لحد دلوقتي لسه ما شفتوش، بس حاسس ان هو في كارثه، حاسس ان لو اتلعب عليه هجمه منظمه، حاسس ان لو اتضغط شويه هيعمل لي كوارث. وقد كان. لعبت فرقه ايه بقى؟ مش بتعمل عليك هجمه منظمه، لا، انت مش عارف تعمل عليها الضغط اللي انت كنت بتعمله مع الفرق التانية. انت مش عارف تضغط عليها، مش عارف تغلطها، مش عارف تاخد منهم الكره في نص ملعبهم، فكانوا بيعرفوا يطلعوا عليك. فلما بيطلع بتكشف له الكوارث اللي ورا. يعني يا ريت مثلا انت ضاغط وبتلعب وبتغلط وبتاخد الكور، بس بيفلتوا في مره كده فبيعرفوا يطلعوا يلعبوا على دفاعك الوحش. لا لا لا،
انت بتروح تعمل الضغط غلط، انت مش عارف تضغط، انت مش عارف تغلطهم في نص ملعبهم، بيطلعوا عليك كل مره في كل كره هم عايزين يطلعوا فيها. لان كان في كور انا واقف بنقل كور من يمين لشمال ومش عايز اطلع على الاهلي دلوقتي، اللي كان بيقرر يطلع فيها كان بيطلع فيها، انت ما كنتش بتضايقه في اي حاجه، وكان بيروح عليك. وبتشوف بقى الكوارث اللي كانت في بتاع الاهلي، كرة بالعرض تترد تاني جوه ال 18 تتحط، الفاول اللي جه في العارضه، انا ما اعرفش ازاي المهاجم يسبق الناس دي كلها ويحط كرة تروح من اليمين وشمال، التنقيل، العش، سواء العش او داري او بيكهام، كان في غلطات كارثيه بتحصل. يعني مش هقول لك كان ممكن تحصل، لا كانت بتحصل، بس كان ساتر ربنا بيتمها. وان بيراميدز ما كانتش بتقرص بزياده، يعني واحد كان بيخش يغلط اتنين، احيانا كده تلاقي العش بيستلم الكره هرجلت تحت ايده في اتنين جايين ضاغطين عليه، تخلص بساتر ربنا. ف دفاعيا الاهلي كان رايح في داهيه، هجوميا ما كناش عارفين نعمل الضغط اللي بنعمله، ما كناش عارفين نهجم اصلا. كره واحده اللي اتلعبت للاهلي اللي هي بتاعت زيزو اللي لعبها بالعرض محمد شريف حطها، الاهلي ما عملش غير الكره دي بس. الباقي بالنسبه لي ولا حاجه ولا حاجه، ما افتكرش الاهلي طول الماتش. سيب الاهلي بقى وسيب طريقه اللعب وحط الكلام ده كله على جنب. انا دلوقتي عايز اتكلم في حاجتين. المدرب، هل هو المدرب اللي يكمل مع الاهلي؟ لا طبعا، لا طبعا. من غير ما اقنعك ليه؟ عايز تعرف ليه؟ روح اتفرج على اخر 4 ماتشات للاهلي. عايز تبتدي من ماتشات كاس العالم، ابتدي من ماتشات كاس العالم. المدرب لما طلع في المؤتمر الصحفي بيقول انا محتاج وقت، لا يا باشا انت مش محتاج وقت، انت خدت وقت. انت لو اخدت 60 سنه مش هتعمل حاجه. ما اعرفش المدرب ده اختاروه ازاي، مدرب سنه صغير، سوري مدرب سنه كبير، السي في بتاعه ناديين بس، 4 5 سنين تدريب في الانديه الكبيره، مش الكبيره اسم يعني، قصدي انديه فريق اول. فازاي ده اخترناه للاهلي ومش فتره كده وخلاص؟ لا ده احنا مختارينه عشان كاس العالم. ازاي كل ده؟ مش عارف بصراحه. فالراجل ده لازم يمشي. الراجل ده يقال او مش يقال، هو عليه شرط جزائي للي يفسخ العقد بين الاهلي والراجل ده 3 شهور يدفعوا، سواء الراجل عايز يمشي يدفع الاهلي 3، الاهلي عايز يمشيه يدفع له 3. اللي يقال بقى مش متاكد منه ان الاهلي او تفعيل البند ده بيبتدي يوم كام؟ 1 سبتمبر. ايا كان بقى انت بتشوف الفيديو ده امتى. فالاهلي النهارده لو مشى الراجل بناء على المعلومه دي، يعني لو مشى الراجل الاهلي مش هيدفع جنيه. لو مشاه قبل يوم 1 سبتمبر الاهلي مش هيدفع جنيه. فحطت البند ده، حطت البند ده بالنسبه لي برضو كارثيه. يعني انت جايبه ومفعل البند ده او حاطط البند ده عشان انت مش واثق فيه قوي. طب انت مش واثق فيه قوي، انت وديتنا بيه كاس العالم ليه؟ بتعرج ليه؟ طب ما كان عماد النحاس يكمل. يعني ما هو كانت ثقتنا في الراجل ده هي نفس ثقتنا في عماد النحاس في كاس العالم. البند ده اصلا علامات استفهام بالنسبه لي. عشان كده بقول اداره الاهلي ممثله في محمود الخطيب في ورطه في اتخاذ قرار ان الراجل ده يجي يلعب يمسك النادي الاهلي. فرد قاطع، الراجل ده لازم يمشي، ولازم يمشي النهارده. يعني في فترة التوقف الدولي احنا داخلين على فترة كده بتاعت ماتشين المنتخب بتوع كاس العالم. الراجل ده لازم يمشي في الفتره دي، لازم يكون مشي، ما فيهاش بديل. عماد النحاس يكمل. يعني سمعت بعض الاقاويل، انا بصراحه ما بحبش حسام البدري كمدرب خالص، بس شفت ناس بتتكلم ان ده الاجهز. لما فكرت فيها كده هو فعلا ده الاجهز اللي يجي يكمل لي الفيلم اللي انا بديه، وهبتديه في كذا مشوار، هبتديه في افريقيا ودوري وكاس، وفي كذا موال كده الاهلي داخل فيهم. هل هو ده الاجهز؟ قعدت افنط الدنيا دي، حسيته هو فعلا ممكن الله اعلم. فكري اصل يعني انا هجيب مين غير حسام البدري؟ هجيب مدرب اجنبي زيه زي ريبيرو، هبقى مش عارف ده فين، هديله وقته غصب عني، لازم اديله وقته. الوقت على الاقل اللي ريبيرو خد 8 9 ماتشات اهو، فانا لازم اديله المده دي. 8 9 ماتشات دول شوف تلعبوا في قد ايه، انا لازم اديله المده دي عشان ابتدي احكم عليه. واللي هو ممكن لو مشيته بعد 8 9 ماتشات هبقى ماشيه بدري، لان انا دلوقتي بطالب ان الاهلي يمشي ريبيرو بشكل بدري. يعني الاهلي مش بدري عن ميعاده. الاهلي ما عندوش الثقافه دي، بس الراجل مش مبشر خالص فلازم يمشي دلوقتي. فانا لو جبت مدرب اجنبي تاني وقعد لي معايا شهرين 3 ومشيته، هبقى في الموسم ماشي لي 3 4 مدربين. فهل يكمل بعماد النحاس؟ الله اعلم. انا عماد النحاس مجتهد جدا، الانديه اللي مسكها قبل الاهلي كان كويس جدا، الفتره اللي مسك فيها الاهلي كان كويس جدا، بس هل هو المدرب اللي تسيب له نفسك في الغويط؟ مش عارف والله. بتكلم بمنتهى الحياديه. حسام البدري برضو انا من الناس اللي مش يعني ما بحبش حسام البدري كمدرب يعني. فهل هو برضو المدرب اللي ينفع؟ حاسس يعني مش قادر اجزم، بس بقول ممكن. الله اعلم.
الاهلي ممكن يتعند، لان اداره الاهلي احيانا كده بتتعند في بعض الامور، ويصر ان الراجل يكمل، شئنا ما بين الراجل يكمل، ونبتدي ندور بقى على بديل لما نبقى مغروزين في الوحل فعلا، والحق ما ينفعش تخسر نقطه، والحق خرجنا من افريقيا وسنه سودة يعني. وده ساعتها هيبقى قرار كارثي. انا ريبيرو ده او ريفيرو او ايا كان اسمه ايه، مدرب معاه نجوم الدوري المصري، فعلا معاه نجوم الدوري المصري. النجوم دي بقى انت لحد دلوقتي مش قادر تجزم مين فيهم الكويس ومين فيهم الوحش، مين فيهم اللي ينفع يكمل، مين فيهم اللي ارمي عليه، ومين فيهم اللي يكمل اللي يمشي. ليه؟ لاكتر من سبب. اللعيبه بتلعب تحسها بتلعب على الهبوط، اللعيبه بتحسها في اخر الموسم، منظر وش اللعيبه مخنوق، اللعيبه مش مرتاحه. انا مش ببرر لحد، اللعيبه كلها في ماتش بيراميدز كانوا زي الزفت، انا مش ببرر لحد الخساره او الاداء السيء على في اخر الماتشات، بس انا بس افهم الكلام وهتعرف انا اقصد ايه. الاهلي مع ريبيرو او النجوم دي مع ريبيرو متكتفه تكتيفه ما يعلم بها الا ربنا. اللعيبه مش واخده راحتها، اللعيبه مش مرتاحه، مش قادره تنفذ اللي هو عايز يعمله، ولا مش عارفه هو عايز ايه، ولا هو اصلا ما بيقولش حاجه، وبيزود عدد نجوم كتير قوي، او مش عدد نجوم، عدد لعيبه كتير قوي في مركز معين. يعني نص الملعب ده زحمه قوي، قدام زحمه قوي. ليه؟ لان انا اللعيبه بتاعه النص كله بيضم من نص، واللعيبه بتاعه النص بتزيد لما الكره بتبقى قدام على اللعيبه اللي قدام، الدنيا بتبقى زحمه، الناس مش عارفه تتحرك مع بعض. فهو تحسه بطريقته مكتف معاه نجوم مكتفهم، وما عندوش نجم ولا اتنين واقع، لا معاه نجوم كتير قوي مكتفهم. بس عتابي على اللعيبه ان يا باشا حتى لو انت معكش مدرب، انا زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وبن رمضان وديانج والشناوي واقف مع الناس ورا، انا بقول الاسامي دي، مين تاني، محمد شريف، العيال دي مش محتاجه مدرب. المدرب اللي على الخط رايح في داهيه، رايح في داهيه. في حاجات كده يعني، في مستوى للعيبه دي لازم هو ده المينيمم بتاعك. يعني اللعيبه دي مينيمم 6 من 10. لما تبقى اتنين، سواء بقى المدرب كويس المدرب وحش، المدرب مكتفك مش مكتفك، انت لازم توصل لل6 من 10. ساعتها بقول عليك انت وحش، والمدرب خانقك، والمدرب طريقته وحشه. لكن ان انت توصل ل2 من 10 و3 من 10، وفي لعيبه فعلا ما ادلهاش جنيه، ما ادلهاش جنيه على الماتش اللي هي لعبته قدام بيراميدز ده، ونجوم مش لعيبه نص نص. الوم اللعيب في حته زي دي. انت يا باشا فين؟ انت كدماغ يعني، انت في انسى بقى اللي متقلك واللي متكلف بيه. انت مش شايف الدنيا عامله ازاي؟ كرة طاهر مش عارف يستلم جنب الخط، كورتين تلاتة مش عارف يستلم، الاهلي مش عارف ينقي الكوره. تحس لعيبه ناشئين بتلعب، مش لعيبه كبيره، ناشئين وتهزوا من النتيجه. فده عتابع على اللعيبه. لكن انا دايما عندي قاعده كده، لما يبقى عندك لاعب 2 3 وحشين فانت بتتكلم على اللعيبه، لما يبقى الفرقه كلها وحشه فالراجل اللي على الخط بره ده معلوش في الكوره خالص. فانا دايما ماشي بالقاعده دي. فانا شايف ان هو الراجل اللي شايل الليله، الاداره هي المسؤوله عن مجاي الراجل وتوقيت مجايه، وعن ايجاد البديل عشان نلحق ننقذ نفسنا من اللي احنا فيه. واعتبي على اللعيبه ان يا باشا لازم يكون في ايه، شويه من الاحمر كده. انت الراجل اللي على الخط مفيش خالص، انت الشويه بتوعك يسندوك شويه، تلعب في الملعب بمنظر احسن من اللي احنا شفناه قدام بيراميدز ده. بس يا سيدي، وبكده وصلت نهايه الحلقه. استنوني ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.